تفاصيل، غوص في أدق التفاصيل لفهم الصورة الكاملة. تفاصيل مع علياء عبد الله، إخراج سعيد عكوش. بعد قليل في فقرة على قائمة الانتظار، المنظمة الجزائرية للتراث والسياحة والصناعة التقليدية تنظم الأيام السينمائية لفيلم التراث تحت شعار التراث رافد اقتصادي وسياحي. نسعد جدا للحديث عن الأيام السينمائية لفيلم التراث أن نحاور عبر الهاتف في الأستاذ طارق صالحي محافظ الأيام. مساء الخير أستاذ طارق. مساء النور الأخت الكريمة، مساء النور لكل مستمعي القناة الأولى. شكرا لكم على تواصلكم وعلى على تتبعكم تنظيمنا لهذا الحدث الثقافي الهام. نعم، لو تخبرنا أستاذ طارق صالحي عن تفاصيل الأيام السينمائية لفيلم التراث. التظاهرة راح تكون من 28 إلى غاية 30 أكتوبر من الشهر الحالي، وستنظم على مستوى الجزائر العاصمة، تحديدا بقاعة السينما أو السينماتاك المتواجدة بشارع الشهيد العربي بالمهيدي بقلب الجزائر العاصمة. هو من المفروض كان راح يكون الافتتاح يوم 27، ولأنه تاريخ 27 يصادف يوم الجمعة، على اعتبار اليوم الجمعة يوم مخصص للعبادة ويوم راحة لكل خوتنا الجزائريين، أردنا أن يكون الافتتاح بدل 27 راح يكون بتاريخ 28 وتستمر الفعالية إلى غاية 30 من شهر أكتوبر. لماذا تم الاختيار تاريخ 27 أكتوبر؟ لأنه تاريخ 27 أكتوبر له رمزية تتمثل في إصادة اليوم العالمي للتراث السمعي البصري. وكذلك 28 هو ذكرى استرجاع أو بسط السيادة على مبنى التلفزيون والإذاعة. صحيح. إن شاء الله راح تكون تظاهرة تتزامن مع تظاهرة رائعة جدا إن شاء الله. لا تعطينا الآن تفاصيلا عن هذه الأيام، عن الأفلام المشاركة. وهو كذلك التظاهرة هي تظاهرة مهمة جدا، هي تظاهرة لها بعد دولي، لاعتبار الكم نتاع الأفلام التي وصلتنا أو الدول التي أرسلت المشاركات نتاعها. هذه التظاهرة أردنا منها أن نعرف بالتراث الجزائري، ومن خلاله نتعرف على التراث الآخر. كذلك هذه الفعالية لها خصوصية أنه من خلال تراثنا راح نعرف وجهة الجزائر السياحية. الجزائر كما يعرف الجميع أن الجزائر دولة رائعة جدا، دولة هي دولة بحجم قارة، نظرا لخصوصية التنوع الثقافي والحضاري وتنوع عاداتها وتقاليدها وصناعاتها التقليدية، وكذلك حتى موروثها الثقافي. أردنا من خلال هذه التظاهرة التي اخترنا لها تصميم رائع جدا، واللي هي التسويق للتراث من خلال السينما، من خلال الصورة، من خلال الوثائقيات اللي تحكي واقع تراثنا، اللي تسوق تراثنا للآخر أقل يطلع ما تزخر به الجزائر. كذلك نحن من خلال هذه التظاهرة واستقبالنا لكم كبير حوالي 170 فيلم من 19 دولة. وهذا الشيء الجميل أنه في الجزائر هناك تظاهرة فريدة من نوعها، واللي هي تظاهرة سينمائية، يعني نحاكي التراث من خلال السينما. كذلك الشكر لإطارات وزارة الثقافة على رأسهم السيدة وزيرة الثقافة والفنون، لأنه قطاع الثقافة عنده اهتمام أنه يهتم بتراثنا، يهتم بثقافتنا وبعاداتنا وتقاليدنا. وهناك تشاركية رائعة جدا ما بين فعاليات المجتمع المدني وقطاع الثقافة والقطاعات الأخرى التي لها علاقة كقطاع السياحة وغيرها من القطاعات التي لها ارتباط بهذا الحدث الثقافي الهام جدا. صحيح. أستاذ طارق صالحي، أنت تحدثت عن أهمية أن يكون هناك ترابط ما بين الترويج للجزائر كوجهة سياحية فريدة غنية زاخرة
الكثير من التفاصيل التي لا تشبه غيرها من دول العالم. لا تعتقد أستاذ طارق صالح أنه نحس أحيانا أن هناك نوعا من اللا ترابط بين القطاعات، القطاع الثقافي مع قطاع السياحة، مع أنهما يكملان بعضهما؟ فحين نروج لجزائر كرافد سياحي لا نروج فقط للأمكنة أو لا نروج فقط لما نقدمه من خدمات سياحية، نحن أيضا لابد أن نروج لثقافتنا. وأحيانا الترويج الثقافي يكون عنصرا جاذبا بما أننا نعيش فعلا في عصر الثقافة كقوة ناعمة. وألا تعتقد أن هناك شرخ ما أستاذ؟ هو حقيقة هو تشريح كذا الأمر شيء جميل جدا. أكيد هناك ترابط لما نقولوا السياحة ولا نقولوا التراث ولا نقولوا الصناعة التقليدية، أكيد هناك ترابط كبير جدا. لما نقول التراث هي نقدر نقولوا هي الشجرة اللي تغطي الغابة. لما نقولوا التراث راح نهضروا على السياحة، راح نهضروا على العادات التقاليد، نهضروا على لأنه كاين أفلام اللي من صناع الأفلام هنا في الجزائر تاع الوثائقيات اللي الحمد لله والله فيه طاقات هائلة جدا. أرسلت شباب مهتمين بتراثهم ومهتمين بثقافتهم وغيورين على الجزائر، قال لك احنا رانا هنا واجدين مهتمين بالصناعة السينمائية اللي تخدم الثقافة اللي تخدم التراث. لأنه كاين هناك أفلام أرسلت لإدارة المهرجان، أفلام تحاكي العادات والتقاليد. كاين هناك من صنع فيلما وثائقيا حول مثلا عادات وتقاليد منطقة من مناطق الجزائر. هناك من أرسل فيلما وثائقيا حول صناعة مثلا الفخار وعراقة الفخار وعلاقته بموروثنا الغذائي وعاداتنا وتقاليدنا اليومية. هناك يعني شيء جميل من خلال هذه الأفلام راح نوصل للضفة الأخرى. قادر واحد سائح ما يجيناش، ولكن من خلال الأفلام هذه راح نشوقوه باش يزور الجزائر، نشوقوه باش يوقف على ما تحتويه الجزائر من عادات وتقاليد ومن تراث ومن تراث بشقيه المادي والغير مادي. صحيح. من عادات وتقاليد من خاصة عاداتنا وتقاليدنا الرائعة جدا. ثاني من يعني نهزوا غير الكسكس مثلا كطبق غذائي وكتراث عالمي، يعني فيه تنوع وفيه ثراء. يعني يختلف هذا مثلا طبق الكسكسي من ولاية إلى أخرى ومن منطقة قد تلقى في ولاية واحدة تلقى 10 أنواع من هذا الطبق. هذه كعينة بسيطة جدا من عاداتنا ومن مطبخنا هذا. نعم. لما نقولوا التراث نظلنا نحكيوا على هوية هذه الأمة ضاربة على جذورها أيضا، على جذور. ونعرف أن هناك معترك، هناك صراع عالمي حقيقة خصوصا فيما يتعلق بالتراث. هناك حتى خلافات بين دول في نسب تراث ما لبلد دون آخر. فنعرف أن الموضوع ليس أمرا يمكن تجاوزه ببساطة أو أمرا عبثي. أنا عندي اقتراح، عندي نظرة وعندي مقترح. احنا فقط لابد انه لازمنا نهضروا الصراحه يا سيدتي الكريمه. احنا لابد من نقبوا على تراثنا. لابد من تضافر الجهود، لانه التراث لابد من تكاتف جهود الجميع واشراك كل القطاعات. لما نتكلم عن التراث راي هناك العشرات من القطاعات المترابطه والعشرات من الجمعيات والهيئات المهتمه. انه لابد من الاهتمام بهذه التنظيمات التي تسعى للترويج والتنقيب على تراثنا. صحيح. لابد أن تراثنا نسعى من خلال تمثيلياتنا الدبلوماسية في الخارج أنه هي تعمل جنب إلى جنب مع هذه الهيئات أو هذه المنظمات التي تسعى للترويج. على الأقل نعرفوا الآخر من خلال معارض دائمة خارج الجزائر، من خلال أيام دراسية خارج الجزائر، من خلال فعاليات تقام خارج الجزائر لتعريف الآخر بما تزخر به الجزائر. لانه صحيح. حقيقه كما نقولوا لازمنا نتعاونوا كامل، لازم نديروا اليد في اليد، لانه تراثنا غني وثري جدا جدا. صحيح. استاذ طارق صالحي، اعود للايام السينمائيه. هناك مسابقه رسميه للافلام ضمن هذا المهرجان، وهناك ايضا عروض خارج المنافسه استاذ. أكيد. بالمناسبة بالعودة إلى الفعالية التي ستحتضنها الجزائر من الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر، هي الأيام السينمائية لفيلم التراث تحت شعار التراث رافد اقتصادي وسياحي. كذلك هناك ضيف شرف فلسطين على قلوب الجزائريين، أن تكون فلسطين ضيف شرف لهذه الدورة. صحيح. لما تحتويه فلسطين من تراث، لأنه فلسطين وما للشعب الجزائري من مكانة للقضية الفلسطينية. نعم. في قلوبنا. والشيء المشرف على المستوى الرسمي أو المستوى الشعبي شيء جميل جدا. إن لم نقل الجزائر البلد الوحيد الذي لا زال
يمن بالقضية الفلسطينية وحمل على عاتقه القضية الفلسطينية خلال دعمه للقضية الفلسطينية، وهذا شيء مشرف جدا. احنا رأينا من خلال هذه الدورة أن نستضيف فلسطين كضيف شرف لهذه الدورة. كذلك هناك تراث كبير تاع دولة فلسطين. احنا أردنا أن نقول للآخر أن فلسطين لها تراث وليس للمغتصب لأرض فلسطين ليروا يعمل على نهب التراث. ربما صحيح أستاذ طارق صالحي، ربما تكاد يكون التراث الفلسطيني هو أكثر تراث في العالم يتعرض لعملية نهب ممنهجة حقيقة. أكيد، ولهذا احنا من خلال هذه التظاهرة أردنا أن نسلط الضوء على القضية الفلسطينية وما تحتويه من تراث. أردنا أن نبرز الآخر أنه التراث الموجود على فلسطين هو تراث فلسطيني عربي. صحيح. نعود للسؤال، هناك عروض داخل المسابقة الرسمية وعروض خارج المنافسة أستاذ طارق؟ هي فقط عروض رسميه من 14 فيلم اللي يتنافسون، اللي اختارته لجنه اختيار الافلام. مع تلك الافلام ارسلت الى وزاره الثقافه للحصول على تاشيره من اجل عرض هذه الافلام. ان شاء الله احنا في اللمسات الاخيره للحصول على الموافقه او الفيزا لهذه الافلام لعرضها. كذلك هناك افلام التي خارج المنافسه، هي افلام فلسطينيه، 6 افلام فلسطينيه. هذه الافلام الفلسطينيه تحكي واقع الصمود نتاع الشعب الفلسطيني. الافلام ما بين روائي قصير ووثائقي استاذ طارق؟ هي كلها افلام سيدتي، هي كلها افلام قصيره لا تتعدى 30 دقيقه حسب قانون المسابقه. هي افلام كلها قصيره. نعم، شكرا جزيلا لك استاذ طارق صالحي. نعيد ونذكر بموعد الايام السينمائيه لفيلم التراث مثل ما قلتم استاذ طارق، من 28 الى 30 من اكتوبر بالجزائر العاصمه بقاعه السينماتاك. ربما قبل اترككم طرح كسؤال اخير لكم، من غير هذه الايام على ماذا تشتغلون حاليا ضمن المنظمه الجزائريه للتراث والسياحه والصناعات التقليديه؟ المنظمه من خلالها اطارات المنظمه ومتعاطفي المنظمه من خارج نشتغل على كل ما يهم التراث وما يهم السياحه وما يهم الصناعات التقليديه الجزائريه. نحن ان شاء الله عندنا تظاهره ان شاء الله رانا نحضروا لها في سنه 2024. هي تظاهره كبرى، الهدف منها هو الترويج للمطبخ الجزائري. عاجل. هل ستكون ان شاء الله مع بداية السنة المقبلة استاذ؟ ان شاء الله راح تكون سنة 2024 ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا لكم استاذ طارق صالحي، رئيس ومحافظ الايام السينمائية لفيلم التراث. نعيد نذكر بموعدها من 28 الى 30 من اكتوبر المقبل بالجزائر العاصمة بقاعة السينماتاك. شكرا جزيلا لك استاذ طارق صالح، بالتوفيق، ولن نعود اكيد استاذه للحديث عن الايام وعن التظاهرات المقبله. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. بالتوفيق. شكرا جزيلا لك.